السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعلكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كده، انا النهارده نزلت السوق لقيت القلقاس حلو كده، شايفين؟ جبت قلقاس وجبت الفرخه البطوطه اللي جنبي دي، بس انا للاسف القلقاس ده رغم ان هو لونه فاتح كده وتتخدعوا فيه، بس انا اتخميت فيه. قبل اي حاجه يا ريت اللي بيتابعني ما تنسوش لاختي دعوه، ربنا كده يا رب، دعوه من القلب كلكم تدعوا لها يا رب، ربنا يخليها لاولادها يا رب ويشفيها. شوفوا بقى، انا القلقاس بعد ما مسكته وقشرته كده وظبطته، الفرخه دي مسكتها بتوابل بقى وملح وفلفل ومظبطاها، وقلت بقى ايه، احطها في الكيس الحراري ده في الفرن، وهحط معاها صينيه. اقول لكم خليكم معايا، انت هحط معاها ايه؟ المهم قلت اظبط بقى الكيس ده عشان الفرخه ما تلزقش فيه، لازم الواحد يحط فيه شويه دقيق. مش عارفه انتوا كلكم عارفين الموضوع ده ولا لا الكتاكيت. المهم يعني اتخميت يا عيال في القلقاس وانضحك عليا. القلقاس شايفه القلقاس قدام مني كده لونه فاتح ونضيف زي ما انتوا شفتوه كده، بس للاسف اتخميت فيه لان اول ما حطيته على النار هتتفاجئوا ايه اللي حصل. بس انا قلت اقول لكم عشان ما تتخموش في شكل القلقاس، رغم ان الدنيا شتت بقى كده وانا بحب الخضار الشتوي ليه، زي القلقاس والبسله والقرنبيط والكرنب والحاجات دي، كل الخضار الشتوي انا بحبه، بس اتضحك عليا في القلقاس، بس يلا مش مشكله. المهم انا مولعه الفرن مخليه على اخر درجه، ورحت ماسكه بقى ايه الفرخه دي كده وقاعده كده ايه اظبط فيها. شايفين؟ قاعده بقى الكيس الحراري ده مشكلتي فيه ان انا لما باجي اقفله ما ببقاش عارفه اطقمه قوي يعني وببقى خايفه كمان لحسن يفرقع، فبعد ما بلفه بالرباط اللي بيبقى جاي معاه لازم ابرمه كده عشان يتقفل. المهم انا كان نفسي في القلقاس قوي والطشه بتاعته كده، نزلت جبته بس اتخميت فيه فيه حته خمه هوريها لكم على الطبيعه عشان ما تتخموش في اي حاجه تشوفوها كشكل. مش القلقاس بس، حاجات كتير قوي في حياتنا، حاجات كتير قوي قوي يعني، بس يلا الحمد لله اهي اكله وانا حسبتها عليها. هما كانوا قاعدين يقولوا القلقاس وانا عملت لهم قلقاس، وانا كمان بموت في القلقاس واكله وحسبتها عليهم. المهم ولعت الفرن مظبطه الفرخه دي، بس مدي كده الكيسه كده ايه ضربتين كده علشان خاطر الكيس ما يفرقعش. على فكره انا بحب الاكياس الحراري دي قوي، بحبها في تطيب الفراخ، ويا سلام بقى لو حته لحمه، بس تكون بقى لحمه ايه يعني بتاعت خروف كده، من اللحمه اللي هي بتبقى ايه بتستوي بسرعه دي، وتتبليها وتحطيها بقى في كيس حراري، ولا تقولي لي لحمه مشويه ولا مقليه ولا اي حاجه، زي الفل. المهم انا حطيت بقى ايه كوبايه ميه، بس انا بحب اكتر الميه عشان خاطر ان تبقى لحم الفراخ كده زي الزبده، وتبقى برده محمريه وما تلزقش في الكيس. المهم كنت مولعه الفرن ودخلت الفرخه، قلت ادخل معاها ايه صينيه رز، هدس لهم برده صينيه رز، قلت بدل ما اعمله كده بالشعريه تغيير اكل يعني تغيير اكل. حتى انا نسيت اولع البوتاجاز، فحطيت حته الزبده دي كده، قلت ايه افركها مع الرز مع حبه الملح، المفروض كنت سيحتها بس انا مستعجله. بس انا بقول لكم المعلومه دي ليه؟ عشان لما تيجي تحطيها تسيح وبعد كده تحطيها على الرز، ما تعمليش زي كده عشان دراعك هيتخدل. وانا قاعده اقلب بقى عشان اخلطها بالرز، قاعده اقلب، لما بصوا قعدت اقول لنفسي انا ايه اللي عملته في نفسي، انا ايه اللي خلاني اعمل كده، انا كنت حطيتها على النار ساحت وكنت قلبتها وقلبت بسرعه. غباوه بقى بعيد عنك، غباوه جامده قوي، مش غباوه بس في الرز، هتشوفوا دلوقتي القلقاس اللي هيحصل فيه، غباوه يعني. يلا قعدت اقلب ودراعي وجعني والبوتاجاز بيتهز وخايفه حله اللبن تقع من جنبي، وقاعده بستغفر ربنا كده بقول يا رب استر، وعاوزه ادخل الصينيه بسرعه عشان تستوي مع الفرخه، بحيث يعني قلت ايه ادخلهم مع بعض ويخرجوا مع بعض على بال ما اكون خلصت القلقاس. المهم الحمد لله قعدت اقلب في الزبده وادي اللبن ماشي، وانا كنت حاطه الملح ومظبطه الدنيا، بظبط الصينيه كده عشان ما يبقاش ايه الرز حته طالعه وحته نازله، عشان دي مره اتعملت فيا عيال. بس الرز اللي هو بيبقى في صينيه مدسوس في الفرن ده بيبقى ليه طعم وريحه تانيه خالص. يا سلام بقى لو عندك حته كده كريمه تحطيها على الوش، يا لهوي جباره، ريحتها جباره. المهم بعد ما دخلتهم وغسلت القلقاس، على فكره احنا بنحب ننقع القلقاس ونغسله، ما بحبش ان انا انشفه والكلام ده. المهم كان عندنا حته ليا ظبطتها كده في الطاسه، قلت عشان اطش فيها التومه،
بس قبل التومه جبت بقى ايه السلق بتاع القلقاس، الخضره بتاعت السلق، بعد ما عملتها وصفيتها وحطيت التصفيه لوحدها الخضره دي، وقلت بقى احط بقى ايه، بحب ان انا احمر السلق كده مع التومه وطشها على القلقاس، بتدي ريحه حلوه قوي. والبتاع البصفيه الاخضر ده احطه بقى كده على القلقاس. بصوا من ساعه ما القلقاس اخد طياب ياما قوي مني فبدات اقلق. بصوا دي بقى الميه بتاعت السلق، بس القلقاس خد مني طياب يا عيال، رغم ان انا شايفه القلقاسيه وهي عند الراجل بيضه وفاتحه، ويقول لي ايه دي هتاخد غلوه، هي غلوه. شايفين الخضار ده فضل يغلي على بال ما طب، لما الخضار ده اغمق وبقيت بصوا هفرقع من دماغي، اتخميت فيه. القلقاس ده اخد مش قادره اقول لكم، اخد وقت كتير قوي. ودوت راس توم دقتها وحطيتها بقى ايه على حته الليه كده مع السلق، بس اتخميت فيه، اخد طياب، اخد 3 ساعات على النار. لما انا قلت في على بالي يا لهوي، لا وراجل يقول لي مدام ما تقلقيش قدام القلقاس فاتح هياخد معاكي غلوه على النار، لكن لو القلقاسيه غامقه اقلقي منها. قلت له بجد؟ قال لي اه طبعا. ودي معلقه فلفل كنت ناسياها، الله يخرب بيته، من عكننته يعني، من عكننتي نسيته. انا لحد دلوقتي الخضار كده حلو وعاجبني، وبقيت اقول ايه شايفين الخضار، اتعشمت بقى ان القلقاس يطيب بسرعه عشان يفضل اللون الاخضر اللي انتوا شفتوه ده. بس اللون الاخضر ده انتوا مش هتشوفوه تاني، لان على بال ما القلقاس طاب وجيت بقى ايه يعني دلوقتي بدا يغمق شويه ولسه ما طابش، قلت يا بنتي طش التومه عليها، حط التومه عليها خلي الريحه تطلع كده وان شاء الله ربنا يسهل ويطيب. فحطيت التومه، هديت النار وانا متغاظه ومفروسه، والريحه قلبت المطبخ، بس القلقاس مش عاوز يطيب يا عيال، القلقاس مش عاوز يطيب. قاعده استغفر واقول استغفر الله العظيم يا رب. بصوا اللون الاخضر بدا يغمق شويه، هتشوفوا بقى لما بدا القلقاس يطيب اللون ده قلب ازاي. ليه بقى؟ لان القلقاس اخد طياب السنين. عارفين طياب السنين؟ اخد طياب ما اقولكوش لما انا اتخنقت. ما علينا، القلقاس طاب وطلعت صينيه الرز اهي وطلعت الفرخه. بصوا لون القلقاس بقى عامل ازاي، شايفين بقى غامق ازاي، اتخميت فيه والله العظيم. بس يلا هغطي الحله بقى عشان ما تفرس، وادي صينيه الرز زي الحمد لله طلعت زي الفل، وادي الفرخه. مش عاوزه افكها من الكيس الحراري عشان الولا بودي لسه ما جاش من الدرس، بس عاوزه افتحها اوريها لكم قد ايه طريه. وانا بحب اكتر الميه في الصينيه، مش مشكله لو فاضل ميه في قعر الصينيه وتكون هي استوت، احسن ما الميه تنشف وتكون هي مقلحفه كده. هحاول افتح الكيس بس كده اوريكم الجمال، مش قادره اقول لكم. الكيس الحراري ده اختراع فعلا، عامل زي حله الضغط كده، عارفين انتوا؟ بس انا بخاف بصراحه من حله الضغط، بخاف قوي قوي قوي. على العموم اللي لسه ما قامتش تعمل غداها ومحتاره تعمل ايه ونفسها تاكل قلقاس وبتحب القلقاس زيي، روح هاتي قلقاس، بس اوعي تتخمي فيه بقى زيي، اوعي تتخمي فيه. انا بقول لك اهو، شايفين الحلاوه؟ استنى عاوزه اقرب لكم الفرخه اوري لكم جمالها قد ايه طيبه ومحمره وطريه، يعني واخده اللون من اللحم كده طري. بصوا الصينيه سخنه مولعه نار، بس هحاول ان انا اقربها شويه من الكاميرا. بصوا تحسي ان بواقي الماء اللي بتبقى في الصينيه بتدي طراوه كده، بيبقى الفرخه طيبه واخده لون وطريه مش مقلحفه. يا ريت اللي بيشوفني يتابعني ونهاركم كله خير وهنا وسعاده. شايفين الرز برضو طالع اهو مفلفل. المهم كان غدانا النهارده قلقاس واتخميت فيه وفراخ ورز مدسوس، ويومكم كله هنا وسعاده وخير. واللي لسه ما قامتش تعمل غداها قومي كده تنشطي، ربنا يجعل يومكم كله خير يا رب يا كتاكيتي. سلام.